السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم مع بعض على حاجة بتشغل بال كل الأهلاوية والزملكاوية، وهو ملف الصفقات اللي ممكن يكون بيسعى ليه الأهلي والزمالك، والكلام على إن الزمالك بيفكر في قطع إعارة مدافعه. هل هيقدر يقطع إعارة محمود علاء ولا مفيش بند موجود في التعاقد الخاص بيه وفي عقد إعارته إنه يقدر إنه يقطع إعارته في أي وقت؟ لأن الزمالك بيحط البند ده في تعاقدات العديد من اللاعبين. اي لاعب بيتم اعارته دايما بيكون عنده البند ده موجود في التعاقد بتاعه. كمان عايزين نتكلم على مفاوضات الاهلي مع بعض اللاعبين سعيا لتدعيم بعض المراكز خلال صفقات يناير، عشان النهارده هقول لك مفاجأة، ومفاجأة مهمة جدا وقوية للاعب بيتم التفاوض معاه من النادي الاهلي، رغم ان كل المواقع بتتكلم على ان التفاوض موجود معاه من الزمالك، الا اني باكد لك وهتعرف كمان شويه ان اللاعب ده هو قريب جدا من انه يتعاقد مع الاهلي ومفيش مفاوضات معاه من الزمالك زي ما بتسمع. طب فيريرا اوصى بايه؟ كولر اوصى بايه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقه النهارده. وفي اخر الحلقه هكلمك على عبد الله السعيد ووضعه واخر المستجدات الخاصه بيه. خلينا نبدأ بنادي الزمالك والوضع بالنسبة لنادي الزمالك، وهي التوصيات اللي فريرة طلبها من مجلس الإدارة. كلكم عارفين إن سيف الدين الجزيري هيشارك مع منتخب تونس، وتوقعات مجلس الإدارة ومن قبل مجلس الإدارة توقع الجهاز الفني إن سيف الدين الجزيري احتمال كبير جدا إنه يتم احترافه بعد هذه البطولة. في واحد ممكن يختلف معايا، قول لي يعني اللاعب سنه كبير، وموضوع انه يحترف في نادي مش بالضروري ان احنا نتكلم في احتراف في نطاق اوروبا، وارد ان يجي له احتراف في احد الانديه الخليجيه. وطبعا انتوا عارفين ان الانديه الخليجيه بتعرض مبالغ كبيره جدا، والمبالغ دي ممكن تغري اللاعب وتغري كمان مجلس الاداره اذا قدر ان هو يستفيد منه ماديا بالشكل الامثل، خاصه ان سيف الدين الجزيري مع نادي الزمالك ما تحسش ان هو عنده ثبات في مستواه. ممكن يكون الزملكاويه يقول لك هو افضل من اللي موجودين، لكن ما هواش المهاجم السوبر قوي اللي ممكن الزمالك يعتمد عليه ويقدر ان هو يخلص. لانك لما تيجي تقارن ما بينه وما بين سامسون مهاجم صندوق، لكن انا من وجهة نظري بشوف ان سيف الدين الجزيري هو محطة، ومحطة مهمة جدا على الاطراف، انما خطورته كلها ما بتبقاش موجودة على المرمى لانه مش مهاجم صندوق زي سامسون مثلا. عشان كده الزمالك فتح خط مفاوضات آخر وجديد مع نادي البنك الأهلي عشان يتعاقد مع ناصر منسي. إذا ناصر منسي هو أقرب اللاعبين للمهاجمين طبعا لتدعيم صفوف نادي الزمالك كصفقة في يناير عشان يكون موجود جنب سامسون، وده الاتجاه الأغلب. يعني حتى لو إن سيف الدين الجزيري ما جالوش أي عروض احتراف خارجية، فإن الاتجاه ان يتواجد ناصر منسي، لعيب عن 23 او 24 سنه، فيعني سنه صغير ومهاجم صندوق الزمالك محتاجه، عشان كده طلبوا جيسوالدو فيريرا. طيب بالنسبه لجزء محمود علاء ووضع محمود علاء ممكن يكون ماشي ازاي، طبعا كلكم عارفين ان محمود علاء معار لنادي الاتحاد السكندري. لكن محمود علاء انا قلت لك من شويه ان اي عقد اعاره الزمالك بيعمله لاي لاعب داخل مصر بيحط بند في هذا العقد بيقول لك ان من حقي ان انا اقطع الاعاره في اي وقت، طبعا المقصود بلفظ اي وقت داخل فتره الانتقالات، انما ما ينفعش يقطع الاعاره بره فتره الانتقالات لان ده معناه ان اللاعب هيقعد في البيت. طيب محمود علاء وضعه ايه؟ محمود علاء اللاعب الوحيد اللي تم اعارته لنادي الاتحاد السكندري وهو ما فيش البند ده في عقده، يعني ما فيش في عقده بند انك تقطع الاعاره، فالزمالك اعاره سنه، لازم ينتظر الزمالك لنهايه الموسم عشان يقدر انه يقطع اعارته. اذا التفكير في تدعيم خط الدفاع في لاعب اخر موجود جوه نادي البنك الاهلي، وهو اللاعب احمد ياسين او المدافع احمد ياسين. يبقى الصفقتين اللي الزمالك بيفكر فيهم وقرب جدا منهم ناصر منسي واحمد ياسين كمدافع. في اتجاه عند بعض الاعضاء في مجلس الاداره والجهاز الفني هيلجأوا ليه، لكن الاتجاه ده هيلجأوا ليه في حاله فشل مفاوضات احمد ياسين، لان البنك الاهلي ابدى مرونه في التفاوض بخصوص
ناصر منسي، لكنه ما ابداش مرونه بخصوص احمد ياسين، وشايفين ان احمد ياسين لو يعني ممكن ان البنك الاهلي يسيبه، فمش هيسيبه في يناير، هيسيبه اخر الموسم. الاتجاه اللي موجود التاني ايه بالنسبه للاعب محمد عبد السلام؟ كل بيتكلم على ان هو دلوقتي محطوط في قوائم الانتظار، وممكن يتم قيده باعتباره يعني لو فشلت مفاوضات احمد ياسين وما قدرش الزمالك انه يستعين بخدمات احمد ياسين، هيخش محمد عبد السلام في القصه، وان كان جيسوالدو فريرا ما عندوش اي قناعه بامكانياته كلاعب. لكن مين اللاعب اللي الزمالك يقدر يقطع الاعاره بتاعته؟ وده اللي هيحصل الفترات اللي جايه بشكل قطعي، سواء تم التعاقد مع احمد ياسين كصفقه في يناير او لم يتم التعاقد معاه، هو محمود شبانه المعار لنادي سموحه، لان محمود شبانه عنده البند ده في عقده، ومن حق الزمالك انه يقطع الاعاره في اي وقت، وده فعلا القرار اللي اخده مجلس اداره الزمالك الفتره اللي فاتت. ده بالنسبه للجزء الخاص بلعيبه الزمالك والمفاوضات اللي ممكن تكون موجوده. طبعا الكلام اللي بقوله لك انا باكد لك، وهحط لك برضو في خانه الوصف الحلقه اللي بتتكلم على الجزء ده، لان انا عملت حلقتين في فتره الانتقالات الصيفيه اتكلمت فيها عن انتقالات الاهلي، اتكلمت فيها عن انتقالات الزمالك، وكل الصفقات اللي تم الاعلان عنها في الحلقه هو ده بالفعل اللي تم التعاقد معاه. ندخل على الاهلي والوضع اللي موجود. عبد الرحمن مجدي احد اللعيبه المهمه جدا اللي الاهلي بيسعى للتعاقد معاها، والكلام كله اللي بتشوفوه في المواقع ان عبد الرحمن مجدي هو قريب لنادي الزمالك. بالمناسبه خليني اقول لك ان عبد الرحمن مجدي يلعب هنا او هنا اللاعب ما تفرقش معاه خالص، اللاعب هو خد قرار بانه عايز يرحل عن النادي الاسماعيلي، وبالتالي اللي هيكون عنده جديه في المفاوضات وهيقدم له عرض مالي افضل يقبله نادي الاسماعيلي، ده هيكون يعني خطوه او وجهه عبد الرحمن مجدي القادمه. لكن اللاعب اعلن ان هو قريب جدا من النادي الاهلي، والحقيقه يعني لو تفتكروا يعني شوبير لما طلع واتكلم، لو تفتكروا ازمه الاعلان اللي كان موجود على سور النادي الاسماعيلي واعلان النادي الاهلي والشركه الراعيه شركه الاتصالات الراعيه للنادي الاهلي، وطلبوا الكل ان هم يشيلوها، طلع شوبير واتكلم وعلق في الحكايه دي وقال لك ايه؟ قال لك ان يعني لما في لاعب بينتقل من الزمالك للاهلي او من الزمالك للاسماعيلي بنقول عليه ساعتها ان هم اولاد عم، لكن لما لاعب ينتقل من الاسماعيلي للاهلي بنبقى اعداء. ده تلميح بالمناسبه من شوبير عشان يمهد القصه لوجود عبد الرحمن مجدي داخل النادي الاهلي، وهي صفقه قريبه جدا. لكن الاهلي مكتفي باللعيبه اللي موجوده عنده، لكن في لاعب تحديدا طلبه كولر، هقول لك عليه، طلبه من نادي الاتحاد السكندري، لكن انا ما افتكرش ان الوضع، طبعا انتوا كلكم عارفين ان نادي الاتحاد بحقق العلامه الكامله في اللقاءات اللي خاضها في الدوري حتى الان، بالتالي ما عندوش نيه ان هو يفرط في حد من اللعيبه. ممكن هيسيب شبانه على اعتبار، او سموحه ممكن يسيب شبانه خاصه بعد عوده فرج عامر، لكن الوضع بالنسبه للاتحاد اعتقد هيبقوا صعب ان هم يفرطوا في بعض اللعيبه اللي موجوده عندهم حاليا، لان ده قوام هيحافظوا عليه مع وجود جهاز فني محترم وبيقدم كرة محترمة جدا، فهيحاول نادي الاتحاد يحافظ على القوام اللي موجود حاليا. لكن كولر طلب بشكل رسمي احمد عادل ميسي من نادي الاتحاد السكندري، وارجعوا الكلام في الجزء الخاص باحمد عادل ميسي لغايه نهايه الموسم، لكن مش هتكون صفقه الاهلي هيشتغل عليها في يناير. اذا الصفقه الوحيده اللي بيشتغل الاهلي عليها في يناير حتى الان هو عبد الرحمن مجدي لاعب النادي الاسماعيلي. نتكلم على عبد الله السعيد والوضع الاخير في المستجدات الخاصه بعبد الله السعيد، القصه ممكن تكون ماشيه بالنسبه له ازاي. عبد الله السعيد صرح في قناه او في صحيفه انجليزيه واتكلم، طبعا التصريحات اللي كلكم تابعتوها، وقصه ان الاهلي يعني كانت بالنسبه له كارثه وقصه كبيره ان هو ينتقل للزمالك ويوقع للزمالك، وان الاهلي ملوش عنده مستحقات. في جزئيتين عايز اكلمك عنهم هنا، فيهم جزئيه يعني تخليك تضحك، يعني لما تسمعها تخليك تبقى بتتعجب من تصريح زي ده، ان في ناس بتقول لك ان محمد صلاح هو اللي ساعد عبد الله السعيد انه يعمل الريبورت او يعمل التقرير الصحفي ده مع الصحيفه الانجليزيه، وده طبعا كلام تخريف وكلام لا يمكن يدخل دماغ حد.
مش عشان ممكن اقول لك ان انا بحب محمد صلاح او بدعم محمد صلاح وشايف ان محمد صلاح حاجة كبيرة جدا جدا لينا كمصريين، لكن اللي عايز اقوله لك ان محمد صلاح كعقلية احترافية بتتعامل على قصة غير اللي احنا بنألفه وبنفكر فيه بالمناسبة. يعني احنا ممكن نفكر في قصة اهلي وزمالك ومشاكل هنا ومشاكل هنا، لكن محمد صلاح عقليته يعني بعيدة تماما عن الكلام ده. هو لا بيتعامل مع عبد الله السعيد على انه اهلاوي، ولا بيتعامل مع عبد الله السعيد على انه زملكاوي. علاقته واحدة بكل زملائه اللي موجودين معاه في المنتخب، وحتى اللي بره الناس اللي مش موجودة في المنتخب هو بيتعامل مع الكل بشكل واضح وشكل صريح. ما بيميزش ما بين ده عشان اهلاوي، ولا هيميز ما بين ده عشان زملكاوي. فاللي يفكر بالشكل ده وبالطريقة دي اعتقد ان هو محتاج يتعالج، يعني عنده مشكلة ممكن تكون موجودة في عقله. طيب عبد الله السعيد، التصريحات دي طبعا خلت الاجواء توترت كتير جدا، وخلى برضه في اتجاه عند مجلس ادارة النادي الاهلي ان هو يحاول يضغط بشكل او باخر على انه يعني يكسب الاستئناف اللي عامله عبد الله السعيد على الحكم اللي النادي الاهلي واخده بتغريمه ودفع تعويض. لان التعويض ده هيفيد جدا، خاصة بعد ما الاهلي تعرض لموقف محرج مع كهربا. لان كهربا القريبين منه جدا يقولوا لك ان هو يعني بدأ يمل وبدأ يزهق، لان هو كان عنده امل ان المشكلة بتاعته ممكن تتحل خلال انتقالات يناير ويرجع يشارك مرة تانية. عشان كده الراجل بيحاول ان هو يتمرن وملتزم بالتمرين ومواظب عليه. لكن انا قلت لك في الحلقة اللي فاتت ان كهربا مشكلته مش هتتحل في يناير، مشكلته هترجع لاخر الموسم، حتى مع بعض التفكير اللي موجود من محمد سراج عضو مجلس ادارة النادي الاهلي والكلام على ان هم بيحاولوا يدوروا له على حملة اعلانية تقدر انها تساعده شوية. لكن بما ان هو بعيد عن الملاعب فهيبقى صعب ان الشركات المعلنة تقدر ان هي تتعاقد معاه وتقدر ان هي تجيبه، لان طبعا انتوا عارفين اللاعب اللي رجليه بتبقى في الملعب ويبقى قريب للجمهور، والجمهور دايما بيبقى فاكره واللاعب بيبقى موجود قدامهم، ده اللي بيبقى اكثر جذبا لعنصر الاعلان من اللاعب اللي بيكون بعيد. طيب عبد الله السعيد الوضع بالنسبه له هيحصل فيه ايه؟ مفيش حاجه هتبقى موجوده جديده غير ان الاهلي هينتظر الحكم اللي هيصدر من المحكمه المختصه عشان يبدا ان هو يؤكد الحجز على رصيده اللي موجود في البنك ويستقطع منه قيمه الغرامه اللي هتحكم بيها المحكمه. طبعا اي جديد هيحصل في موضوع عبد الله السعيد ان شاء الله هتكونوا اول ناس تعرفوه واول ناس تتابعوه. ان شاء الله اشوفكم في حلقات جديده.